مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في الصورة والمشهد جيش عظيم، مدرسة للأبطال. هم مصريون أمناء تغلغلت في صدورهم مصريتهم حينما لمستهم أشعة شمسها، وهم يحرسون تخومها وحدودها. حدثوا تاريخكم فيخبركم به. فهم من غرست قدماهم في أرض النيل، فهم كالنخيل الشامخة ضاربة جذورهم في أرض سقتهم الحب والعشق لأرضهم ووطنهم. وما استطاعت رياح عاتية وما أكثرها عبر التاريخ أن تهز كيانهم وعشقهم وولعهم بأرضهم. فهم فخر مدرسة الوطنية والجندية المصرية. ضعوا الثقة في أبنائكم ممن تربوا على شرف الجندية وشرف الوطنية وشرف عشق ترابها وشرف شهادتهم على حبات رمالها. وانتبهوا من المتربصين الكائدين ممن يضمرون حقدا يرغبون تدميرا لشعب ولوطن. فلا نامت أعين المتربصين والكائدين، ومن يتمنوه لا وطن، ومن يتمنوه لا وطن. فرغم أنفهم يحيى الوطن، يحيى الوطن. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نتابع معكم أخبار القاهرة. مشاهدينا الكرام، عودة بعد هذا الفاصل نتابع معكم الأخبار في أخبار القاهرة. في مصر لم ولن تفرط في أي جزء من أرضها، ولا تقبل بأخذ أراضي غيرها دون وجه حق. ثوابت تلتزم بها مصر منذ قديم الأزل، وأكد عليها مجددا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مشيرا إلى أن قضية جزيرتي تيران وصنافير مطروحة منذ عام 1990. وخلال لقائه بمجموعة من ممثلي المجتمع المصري، حذر الرئيس السيسي مما يحاك ضد مصر من مؤامرات تهدف لهدمها، داعيا الإعلاميين إلى التنبه إلى الأكاذيب والادعاءات التي يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بموقف مصر. وقبيل بدء لقاء الرئيس السيسي مع ممثلي المجتمع المدني المصري، قدم رئيس الوزراء شريف إسماعيل عرضا وافيا وشاملا عن موقف جزيرتي تيران وصنافير، والذي تم حسمه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التي دخلت حيز النفاذ عام 1994، والتي تتمتع مصر بعضويتها. وأوضح إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية، وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابة، مشيرا إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين. وفي أبريل 1957 أرسلت السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر لإدارتهما وفقا لاتفاقية السلام على أن تكون ضمن المنطقة جيم المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. وأضاف رئيس الوزراء أن السعودية خاطبت الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين. وفي عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية يشير إلى تبعية الجزيرتين للمملكة بعد اجتماعات مكثفة وموافقة مجلس الوزراء آنذاك. وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد النقاط الأساسية التي تم بناء عليها تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الأمم المتحدة. واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التي تسمح باستعادة المملكة لهما. وخلال لقائه مع ممثلي المجتمع المصري، استعرض الرئيس السيسي المشروعات الجاري تنفيذها في إطار جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة،
لاستخدامها في الزراعة فضلا عن إنشاء المزارع السمكية. أعلن رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال أن التصويت على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل ومنحها الثقة سيكون يوم الأربعاء المقبل. كان مجلس النواب قد واصل جلساته العامة المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، حيث أبدى بعض النواب عدة ملاحظات مطالبين بضرورة مراعاة أصحاب المعاشات وغلاء المعيشة وسرعة تقديم قانون التأمين الصحي الشامل والعملية التعليمية. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر تكون نشرتنا قد انتهت. فاصل قصير ثم نتابع معكم الأخبار في أخبار القاهرة. مشاهدينا الكرام، عودة بعد هذا الفاصل نتابع معكم أهم العناوين والمنشطات التي طلعتنا بها صحف الغد الخميس 14 من شهر أبريل لعام 2016. معنا ومعكم في أخبار القاهرة على هواء قناة القاهرة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد المصري نائب رئيس تحرير الأهرام، معقبا ومحللا على أهم هذه الأخبار والمنشطات التي طلعتنا بها صحف الغد. أستاذ محمد، صباح الخير. صباح الورد، صباح الخير ليك وللساده المشاهدين والاخواننا في الاستوديو اللي سهرانين لغايه دلوقتي عشان يقدموا الخدمه دي للساده المشاهدين. الحقيقه استاذ محمد دايما وابدا بتنورنا في اخبار القاهره وتمتعنا بتحليل حضرتك الرائع لاهم العناوين والاخبار التي تطالعنا بها الصحف. استاذ محمد، لا صوت يعلو فوق لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع نخبه من المصريين. قراءة في مشهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده، ممكن تتناول الموضوع ازاي يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس التقى النهارده بنخبة من رموز العمل الوطني، نواب، رؤساء نقابات، صحفيين، رؤساء تحرير. واللقاء الحقيقة جاء في وقته، كان مطلوب لأنه جاء في أعقاب موجة من اللغط في الرأي العام المصري، يعني اتصدرت على محاور كتيرة. محور المواطن الإيطالي ريجيني، محور الجزيرتين تيران وصنافير، محور الأوضاع الاقتصادية يعني صعوبتها وعدم استقرار سعر الصرف. فأكثر من قضية الحقيقة بتتفاعل في المجتمع المصري. وحضرتك عارف بقى احنا يعني خرجنا من العصور التقليدية للإعلام ولسيطرة الدولة وبقينا في عصر الفضائيات والافتراضيات. فده كان بيتطلب درجة يقظة أعلى الحقيقة في تقديري من جانب كل سلطات الدولة، حتى من جانب المواطنين. لكن أنا ما أقدرش أجبر مواطن ولا أي حد يقدر يجبر مواطن على انه يقبل ده او ما يقبلش ده، يرفض ده. صحيح. لكن بتبقى عملية وعي المواطن نفسه، المواطن بحسه بإدراكه يقدر يعرف ان ده مفيد بالنسبة ليه، مفيد بالنسبة لبلده، يرفض ده يقبل ده. لكن على كل حال حصلت عملية تفاعل اجتماعي حقيقي. المصريين يا استاذ محمد كانوا في انتظار يعني لقاء الرئيس حقيقي وخطابه وكلامه، يعني كانوا منتظرين الرئيس يطلع عليهم ويتكلم. انا مش من انصار ان ضروري يطلع الرئيس، بس مش من انصار ده صلاح بيه، لانه يفترض ان نكون في حاله يقظه 24 ساعه. عندنا احنا في دوله مؤسسات، ومؤسسات الدوله دي المفروض انها بتشتغل. ما اقدرش احمل كل حاجه على الرئيس. ما ده الرئيس بشر، انسان عنده طاقه، عنده عدد ساعات معينه طاقته تديله القدره على انه يشتغلها. ما احملش عليه ولازم احسسه اني حريص عليه، زي ما هو حريص عليه انا حريص عليه، زي ما هو بيحبني انا بحبه، زي ما هو بيدافع عني انا بدافع عنه، ويخاف عليه بخاف عليه. يعني لازم المشاعر دي بشكل جماعي يعني نوصلها له، حتى المختلفين في الرأي، حتى المعارضين للسياسيات. ده شيء جميل جدا. لا يعني ده الرقي في الأداء السياسي. فأنا مش من أنصار إن أحمل كل حاجة على السيد رئيس الجمهورية، لكن أنا من أنصار إن كل مواطن مصري يستشعر نفس الدرجة من الحيطة، من الوعي، من الحذر، من الجدية، من العمل.
ده حقيقي. بهذا نبني مجتمع صحيح يمكنه أن يمضي في المسارات الصحيحة. لكن على كل حال حسنا فعل الرئيس كعادته إذ التقى بهذه النخبة وخاطب من خلالها الشعب المصري. وزي ما حضرتك لاحظت هتلاقي الرئيس بيتكلم في بديهيات، يعني أنا نفسي نكبر بقى عن كده شوية. الله عليك يا أستاذ محمد لما تقول بديهيات. احنا لازم، يعني احنا بنقول ثقتنا في الجيش المصري ثقة متناهية. يعني اعتقد ان المصريين يوم ما تهتز ثقتي في قيادتي ويوم ما تهتز ثقتي في مؤسسات دولتي، شكرا وقعت الدولة كلها وانا وقعت. يعني لازم حضرة المواطن ياخد باله. أيوة. انه لو وقعت مؤسسات الدولة لا قدر الله، طب ما انا كمان خلاص لكن فعلا نتماسك. وحدة الصف ضرورية، ويا ريت بالمرة يا ريت ناخد بالنا من وحدة الفكر، لان وحدة صف من خلال افكار متعارضه ومتصارعه ده كمان خطير جدا. يا ريت ننظم نفسنا حتى في وحده الفكر، الحكومه يبقى لها نظام والمعارضه يبقى لها نظام. استاذ محمد، يعني حتى لو اختلفنا الفكر يبقى اختلافنا اختلاف راقي. فن المعارضه، فن المعارضه. يعني لنختلف لكن اختلافنا يكون اختلاف راقي، ودوافع الخلاف لازم تكون دوافع المصلحه العامه في نقطه واحده، نقطه الوطن. محتاجين ده بأمانة، احنا لسه محتاجين ده. يعني يا ريت ده يكون من أولويات الفترة اللي جاية. ازاي أنظم حياة سياسية صحيحة بين حكومة وبين معارضة، حكومة تملك القرار ومعارضة تملك النقد الموضوعي العلمي، طرح البدائل الأفضل، زي بقية الناس اللي وصلوا لدرجة الرقي دي. يا ريت نخلص من الأنا شوية ونبطل يعني شغل العنتريات وكل واحد أبو زيد اللي سلامة وربنا ما خلقش غيره. ويا ريت نتعلم نفكر كمجموعة ونشتغل كمجموعة ونرتب قضايانا كمجموعة. يا ريت اتمنى ان ده يكون في اولويات الفترة اللي جاية. يعني على كل حال قراءة المشهد اليوم تعطي مؤشرا ايجابيا للتفاعل بين القيادة وبين الشعب، والاهتمام القيادة السياسية باهتمامات الرأي العام، والحرص على التفاعل معها، والحرص على التوجيه في الاتجاه الصحيح. لكن انا مش عايز ده يبقى القياده وبس اللي بتعمل كده، لان في وسيط، في وسائل الاعلام، في تلفزيونات، في راديو، في صحافه، في وزارات، في وزراء، في مسؤولين مشتركين، في انديه شباب، في مراكز شباب، في كنيسه، في جامع. كل ده يعني انا لا اعرف كيف يمكن لكل هذه المنظومات ان تكون محايده وان تترك المساله مباشره من الشعب الى الرئيس ومن رئيس الشعب. بتعملوا ايه حضراتكم؟ لازم يدب نوع من الوعي في اوصال هذه المؤسسات. يعني وانت وانا وكل انسان بيحب البلد دي يتمنى ان كل حد يقوم بواجبه. ده صحيح. كمان الرئيس اكد النهارده انه مصر لم تفرط ابدا في ذره رمل من حقوقها، وكمان قال مصير الجزيرتين تيران وصنافير في يد النواب. يعني الموضوع ما انتهاش. يعني القصة من أساسها ما هو شوف السيناريو. أنت قدام معلومة بهذه الأهمية تم تسريبها، لازم نقف هنا شوية. طيب وبعد التسريب تم التفاعل أو التفعيل للمعلومة بطريقة شيطانية. يعني النو تايم بقى كله بيتكلم فيه. صحيح. نمرة 3 ده كل طرف بيتكلم، مش بيتكلم وبس، ده تلاقي صور من مكتبة الكونجرس وخرايط من مكتبة برلين. ده كل واحد ده العالم كله مشترك، بيدلوي في الموضوع. ده العالم كله مشترك في الموضوع. وبعدين ده كذا وده كذا. يا حضرات السادة، الحياة الاجتماعية في أي دولة فيها سلطة تقتضي ان الجميع يوجه سؤال للجهة المسؤولة وينتظر الإجابة. وفي برلمان، يا الجهة المسؤولة اتكلمت صح متشكر جدا، يا اتكلمت مش صح عندي آلية في البرلمان. صحيح. اني استجوب واني اسأل واني اطرح الثقة اذا لازم الامر. لكن احنا سيبنا كل ده وعملنا برلمان شعبي، وكلنا بدأ ينظر وكأنه هو عالم بالأمور. شيء غريب جدا. احنا وهنا ناخد بالنا من الحاجات اللي الرئيس النهارده شاور على حاجات كتير بين السطور بأدب شديد. الحقيقه هو يستحق التحيه على يعني اسلوبه الراقي ده الحقيقه. انه دي علاقات دول حساسه، لازم ناخد بالنا مش مشاع. يعني إن لما نيجي نتكلم يعني يبقى في اطار الحرص على المصلحه القوميه، ما هياش اقل من الحرص على المصلحه الوطنيه، لان المصلحه الوطنيه بقت جزء من المصلحه القوميه. وبعدين ندي العيش لخبازه. يعني انا مش بتاع قانون ولا حضرتك بتاع تاريخ، نشوف الراجل بتاع القانون. تعالى يا استاذ، هو اصلا قول لي تطور الاتفاقيات الدوليه في المساله الفلانيه.
وفي ناس هيقول لي، وفي وده ناس كلام مسجل متخصصة، موثق. في ناس متخصصة. في ناس متخصصه. بس اجيب واحد بتاع تاريخ، قول لي يا سيدي اصل القصه آه. الفلانيه، هيقول لي والله طبقا للمراجع الفلانيه كذا وكذا وكذا وكذا. حتى نبني العقل بطريقه علميه، حتى نبني علاقاتنا بيننا وبين بعض بطريقه علميه، حتى نبني علاقاتنا باشقائنا بطريقه علميه. يعني عارف، يعني تؤسس نمطيه العلاقات الفكرية اللي هي قوام الوجود الإنساني فوق الأرض على أسس قابلة للبقاء، للتطور، للازدهار، للاتجاه أو للمضي في الاتجاهات الصحيحة. وأتمنى أن خطاب الرئيس النهاردة يعني يكون حد فاصل بين الفوضى بتاعت اليومين ثلاثة اللي فاتوا وبين جميل. اللي نبتدي فيه. لأنه خلاص السيد رئيس الجمهورية، مصر لم تفرط أبدا في ذرة رمل من حقوقها. موضوع منتهي. في حكومات بتتفاهم في اطار مصالح دول، في برلمانات تقدر تقول وتقدر تقول لا. خلصت. استاذ محمد، في حاجات ممكن ما تتقالش، غير مسموح انها تتقال. ليه احنا كمصريين عاوزين يعني نحشر نفسنا في كل حاجه؟ يعني يا اخوانا ادوا القياده السياسيه بتاعتكم مجال انها تشتغل. بس ده كلام مردود. لانه هيقول لك انه ديمقراطيا من حق الشعب ان يسال ومن واجب الحكومه ان تجيب. تمام. بس هنا مثلا اقارن بقى الشعب البريطاني بالشعب المصري. الشعب البريطاني من نفسه يعرف ان الحته الفلانيه ما يدخلش فيها، ما اشتغلهاش علنا. ايوه، اشتغلها عن طريق النواب من تحت الله. اشتغلها بالطرق، بالاليات الوطنيه اللي ما تبانش الا بره. الحاجه الفلانيه لا، ممكن اناقشها في العلن. فهنا بقى درجه وعي الشعب. طب احنا ان هناك ما يمكن ان اناقشه في العلن، وهناك ما يمكن ان اناقشه عبر الاليات التي تضمن التوازن بين السلطات ورقابه السلطات المتبادله. احنا كمصريين محتاجين ايه في المرحله دي علشان نبدا نتعامل مع مثل هذه الموضوعات تعامل فيه عقلانيه ورويه؟ محتاجين كتير. بامانه السؤال ده صعب قوي. على صعيد مين؟ على صعيد نبداها ازاي؟ الاداره، ولا على صعيد الحكومه، ولا نبداها ازاي؟ مثلا نبداها بتعليم القياده بمنظومه القياده نقطه البدايه بدون تردد. يعني نبداها مثلا بمنظومه تعليميه قويه جدا نبني فيها اجيال. ما تقدرش السياسه دي مش هتودي النتيجه. وللاسف هي السياسه المطروحه. بس يعني في اطار بقى الراي والراي الاخر، احنا بنتناقش في تلفزيون الحكومه اهو، وبنقول راي مختلف مع الحكومه اهو، مفيش مشكله. تمام. لكن الكلام يتقال ازاي؟ يتقال في القالب العلمي بتاعه. يتقال ازاي في اطار المصلحه العامه؟ يتقال ازاي؟ يتقال بالادب اللائق، ان ابقى فاهم اني بكلم يعني اشخاص ليسوا اقل وطنيه مني، بالعكس يمكن احسن مني وبكتير. ما اجي مش حضرتك سالت سؤال مهم جدا، ازاي نرتب اولوياتنا في منطقه القياده دي؟ والا ما القياده يعني ايه؟ رؤيه تبقى واضحه قدام ال 100 مليون مصري، ابقى فاهم انا اهدافي القوميه 1 2 3 4 بوضوح. فيبقى ال 100 مليون فاهمين ان دي اهداف متفق عليها، ليست محل خلاف. تمام. ليست فئويه، ليست لجماعه، ليست لمصلحه، لان ده بيفتح باب الكلام في حد ذاته. لكن مجموعه من الاهداف القوميه التي يتفق عليها مجموع المواطنين المصريين. ده نمره واحد. دي كمان هتعمل لي وحده صف، دي كمان هتعمل لي وحده فكر. تمام. دي كمان هتحفز ماكينه التنافس والابداع، لان بنتكلم في اطار مصلحه عامه. جميل. ده نمره واحد. نمره اتنين، اعلام واعي يشتغل على منظومه الاهداف القوميه. هتشتغل على ايه تاني بقى؟ اهداف عندك حاجه حسابك، يبقى ما انتش مننا. مش مننا. يبقى حكومه تشتغل على منظومه الاهداف القوميه، معارضه تراقب الحكومه او تنتقد الحكومه ويكون لديها البدائل الافضل اذا امكن في اطار العمل على تحقيق منظومه الاهداف القوميه. ده هيولد ثقافه من هذا النوع، وهيؤدي بينا اني ابقى مضطر اعمل برامج تعليم تمكن المتلقي من انه يبقى قادر او لديه القدره على تحقيق هذه الاهداف. تمكن وزير الصناعه، وزير الزراعه، كل المنظومه هتتظبط باتجاه هذه الاهداف. تمام. او هنا اقدر اتكلم بقى في التعليم وفي الثقافه وفي الزراعه وفي الصناعه. ليه؟ لان عندي رؤيه محدده، اهداف كل واحد اقدر احدد له دوره فيها. لكن في غياب هذه الرؤيه الكليه، في غياب هذه الرؤيه الشامله، والكلام ده مش نظري، لان بعض اخواننا يقول لك انه محمد المصري ده راجل بتاع نظريات. أنا عايز أوضح ده. لازم نفهم إن أولا يعني فخر لأي أمة أن يوجد بها فيلسوف، فخر كبير. الفلاسفة مش كتار زي ما الناس فاكرة. صحيح. ده نمرة واحد. ولازم نفهم إن الفلسفة مش الكلام اللي بيتقال في كتب وزارة التربية والتعليم. لا، الفلسفة علم صناعة الفكر. علم صناعة الفكر. فالفيلسوف ده عملة نادرة أحتفظ بيه وأشوف أصنع فكري منه إزاي. طيب يبقى أنا كمان صنعت فكر،
وصنعت ثقافه وحددت اهداف وعملت وحده صف، على الاقل نظمت المعارضه والحكومه. صحيح. وكمان حددت المسارات اللي هيتفق يتفق حوالين ايه، واللي يختلف حوالين إيه. من هنا تحصل عمليه النمو وتحصل عمليه الاستمراريه في الحكم. ما تبقاش مسألة الحكم وماكينة الحكم، وده عيب عندنا في مصر، مرتبطة دائما بشخص الرئيس. في وقت الرئيس عبد الناصر عجبه النظرية الاشتراكية، كلنا بقينا اشتراكيين. طيب بس اعتقد استاذ محمد انه الحال تغير بعد 25 يناير. بوفاة الرئيس عبد الناصر جاء الرئيس السادات قدر الموقف، المعطيات اختلفت، طب لازم ننفتح على الغرب، فنيجي نقلب. خد بالك انت هنا بتقلب ثقافة وتعليم وزراعة وصناعة، كل حاجة كل بتقلب. حاجة. طيب رحم الله الرئيس السادات، وعلى فكره قادتنا كلهم وطنيين وقادتنا كلهم ناس يعني عظماء جدا. جاء الرئيس حسني الحقيقه عمل مجهود كبير جدا، والراجل ده اتظلم على فكره، لانه ده من اكثر الرؤساء اللي اشتغلوا في تاريخ مصر، الرئيس حسني مبارك يعني. وانا كان لي شرف اني قربت منه يعني. يعني يمكن السن بس بيخون الانسان، ويعني ما جاش الوقت نتكلم في ده. جاء الرئيس السيسي، الرئيس السيسي بيشتغل 24 ساعه، راجل بتاع شغل مش بتاع كلام حقيقي. بيجيد العمل. يمكن بعض الناس يقول لك الرئيس لا يجيد الكلام، مش ضروري الرئيس يجيد الكلام، لكن الرئيس بيجيد العمل. عامل رؤية قومية علشان يعمل يعني شبكة خدمية تقدر لما يجي استثمارات ولما يجي شغل تقدر تستوعبه وتحتمله كويس. بس نقدر نقف برضه ونقول سيادة الرئيس ده مش كفاية، لأن احنا جربنا نظرية دولة الخدمات 30 سنة. جربنا نظريه اني اجهز للمستثمرين واستنى المستثمرين 30 سنه. سياده الرئيس المستثمرين مش هم اللي هيبنونا، سياده الرئيس، ومصر فيها فلوس كتير جدا. انا اقدر اطلع زي ما طلعنا في قناه السويس، ونقدر نعمل منظومات لتجميع فلوس الناس وتوظيفها بشكل، نفكر هنلاقي افكار كتير. سياده الرئيس مهم جدا ان نبقى عارفين ان بتقاس قوه الدوله في الزمن اللي احنا فيه بالطاقه الانتاجيه الكليه لمجموع افراد المجتمع. العالم كله، العالم اللي بيتقدم كده، انا عندي 100 مليون لازم اشغل 100 مليون. طيب ارسم خطط ازاي؟ اي حد يعني عايز يعمل شغل صحيح جدا. الاقليم المصري متنوع بخيراته بثرواته، العقليه المصريه ممتازه جدا. يبقى المعادله بتاعتي كيف احقق افضل علاقه ممكنه بين قدرات البشر وبين ثروات الوطن. اقدر ارسم خطه لده، اقدر ارسم خطه لده، اقدر اشتغل ده، اقدر اشتغل لده. ما بقاش دوله خدمات وبس، لكن ان اكون دوله انتاج اولا. لا باس ان تكون الخدمات قيمه مضافه فيها، شجع سياحه وبتاع واجيب مستثمرين، كل ده بعد انا ما اشتغل، عشان لو ما جاش انا مش عايزه اساسا، انا مكفي نفسي. ان جه اهلا وسهلا، زياده الخير خيرين. لكن لا استطيع ان اوقف ماكينه الحياه في المجتمع انتظارا لقدوم المستثمرين او لشروط المستثمرين او تقديما لتسهيلات للمستثمرين. جربنا هذه الطريقه، قدمنا الكثير جدا وكان العائد. بس استاذ محمد، يعني اذا حضر المستثمرون واحنا قدمنا يعني خدمات محترمه، وزي ما نقول شباك واحد ونماذج، يعني المستثمر يستطيع ان يقدم خدماته داخل البلد، لا مانع. كقيمه مضافه ما عنديش مانع، لكن كقيمه اساسيه عندي 1000 مانع بصراحه. والتجربه هي اللي قلت، لانه انا عندي فتره السنوات حكم الرئيس عبد الناصر، انا كان الجنيه بتاعي زي الفل، وكنت عندي اكتفاء ذاتي، وكنت دخلت في درجه متقدمه من التصنيع، وكنت صاحب قرار وصاحب سياده. جيت اخذت تجربه الانفتاح الاقتصادي وتعميقها، كانت النتيجه ان تقريبا اوشكت ان افقد سيادتي، لاني بستورد كل حاجه، ما بنتجش اي حاجه، عملتي الوطنيه نزلت، شبابي بقى بيعاني من البطاله، طب المخدرات، طب المصايب السوداء اللي احنا فيها كلها. فانا التاريخ نفسه يعني قدامي. ممكن نشتغل بالتوازي، مستثمرين بالظبط، ونحرك نفسنا. المستثمر نفسه لما يجي عندي ما بقاش انا اسيبه هو يعمل على مزاجه، لا. ما تشوف المانيا عملت ايه بعد الحرب العالميه الثانيه، كنت بقول الكلام ده النهارده الظهر. البنوك وشوف مثلا الجهاز المصرفي اللي عندك، الجهاز المصرفي القروض اللي منحت على مدى 30 سنه بصلاح قروض استهلاكيه، ودت الدنيا في داهيه. انا عايز ادي صدمه عنيفه للجهاز المصرفي ده، اقول له فوق، غير سياستك الائتمانيه واتعلم تدي قروض انتاجيه. احسن لو اديت مشروع ما تديش فلوس، يقوم الناس وبعدين ابتدي خد من عائد المشروع وسدد، وبعدين بعد شويه صاحب المشروع يتملك، بعد شويه يبقى ناس كتير تملكوا مشروعات، بعد شويه يبقى عملت اقتصاد منتج. حاجات كتير محتاجه تغير. ده جميل، واطروحات جميله من حضرتك، حاجات كتير قوي محتاجه تغير بجد. دي اطروحات جميله جدا، ولازم نتعلم من ماضينا ونخطي خطوات للامام. الرئيس كمان في النهارده اتكلم عن الاعلام،
دور الاعلام بقى فيما الرئيس حوالينا. الله يكون في عونه يا استاذ صلاح، انت عارف وانا عارف وكلنا عارفين مرات كتير قوي، وهعيد تاني وهفضل اقول لغايه ما اموت، انه اللي اتعلمناها عن اساتذتنا، واساتذتنا دول ناس عظام، قامات عظيمه، انه الاعلام مظهر من مظاهر سياده الدوله. زي القوات المسلحه، زي زي القانون، شوف مظاهر السياده بقى في الدوله ايه؟ من ضمنها الاعلام. اني لما ادخل الدوله الفلانيه، لما اسمع الاذاعه، لما اشوف التلفزيون، افهم ان انا في امريكا، افهم ان انا في الصين، بتعبر عن مكان، افهم ان انا في اليابان. اعلام الدوله يحمل خصوصيات الدوله، يحمل رساله الدوله، يحمل اهداف الدوله، يمضي بالجميع باتجاه الاهداف القوميه للمجتمع. لكن اما اقعد اتفرج على حاله الاعلام المصري، ابص الاقي كل واحد بيقول اللي على مزاجه، وكل واحد بيعمل لمصلحته او لمصلحه اللي مشغله. ولما الاقي المساله بيع وشراء وايجار وبروميديا واعلانات عنده الاعلام ده ضمير امه، الاعلام والاعلامي ضمير امه. حاجه تانية. مين هو الاعلامي كمان؟ من هو الشخص الذي اسمح له ان يعتلي هذا المنبر لكي يخاطب ملايين المصريين ويشكل فكرهم ويشكل ثقافتهم ويصيغ وجدانهم؟ مين؟ لازم يبقى لي مليون شرط ان ده يبقى يعني بارلنت، ما يبقاش فيه شبهه مصلحه شخصيه اطلاقا. يقول لك ده تعدي على الحريات تولع. ما في لا توجد قيمه اهم من قيمه المجتمع. لا هو القانون شغلته ايه؟ القانون شغلته حمايه المجتمع. الدستور شغلته ايه؟ حمايه المجتمع. القوات المسلحه شغلتها ايه؟ حمايه المجتمع. الاعلام كمان من واجب الدستور ان يحمي المجتمع، لان اللي ما هتستخدموه السلاح ليك هيستخدم سلاح ضدك. ولازم يكون عندنا الجرأة والشجاعة ان احنا نقول الكلام ده. فانا حضرتك الحالة الإعلامية المصرية لا بأس ان يبقى فيه منابر حر، كويس، لكن حرة لمين؟ طب ايه ضوابط الحرية؟ طب ايه المشتركات؟ طب ايه الخلافات؟ طب ايه نطاق الخلاف؟ طب ايه مفهوم الحرية؟ في أسئلة كتيرة جدا. ده صحيح. الخلاصة، الإعلام الذي أعرفه هو الإعلام الذي يحقق مصالح المجتمع ويعمل على تحقيق هذه المصالح، مثلا في اطار منظومه الاهداف اللي حددناها، في اطار ان الاتفاق يكون حوالين هذه الاهداف والخلاف يكون حوالين الاهداف. افهم ان الاعلام له ضوابطه التي تلزمه حتى في اشد الدول الليبراليه، حتى في الولايات المتحده الامريكيه، من اول ما يبقى دي against the profit of USA stop، يولع لك كل الزرار الحمراء. صحيح. لان الحريه مش معناها ان مفتوحه، مش مفتوحه يعني مش هتكلم بقى باسم تهيتي بقى واقول احنا جيران، لا يعني. فالاعلام له ضوابطه، الحريه لها ضوابطها، والحريه هي القدره على احترام الغير، وهي القدره على احترام الذات. لكن الحريه اللي تشيلني لفوق وانا ما اسويش، وتجيب الناس اللي فوق تخليها تحت وهي تساوي، دي هذا اعلام. وطبعا احنا معترفين الاعلام موجه والاعلام موظف، وطبعا معترفين الاعلام مخترق، وطبعا عارفين ان في اموال من مصادر كتير جدا، بما في ذلك الاعلام القومي للاسف الشديد جدا. لان انت لن تنكر ان رجال الاعمال مثلا لهم سطوه على الاعلام، لن تنكر ان المجتمع الفني له سطوه على الاعلام، لن تنكر ان السفارات اللي في جمهوريه مصر العربيه كتير جدا منها له سطوه على الاعلام، لن تنكر ده. انا مثلا كنت قاعد في صحيفه كبرى، ابص الاقي الراجل ده مندوب عنده علاقه بالسفاره الفلانيه، وانا عارف ان ابويا قبض منه، وجايب الخبر الفلاني، وده بيشتغل مع الفنان الفلاني، وده مع رجل الاعمال الفلاني، مطلوب مني اقعد اعمل الاهرام بالكلام ده. هيبقى هو ده اللي موجود. وبعدين بتتكون تشكيلات مصالح بعد كده وبنخش في متاهات. طب ما من الاول يا اخي. يعني حضرتك تقترح وضع معايير وتطبيقها بحذافيرها، ان يوجد القانون الذي يلزم الاعلام الزام بانه الاهداف التي نعمل عليها هنا في جمهوريه مصر العربيه هي 1 2 3 4. اتفق معايا في ده اهلا وسهلا، عارض برضه في ده. الاهداف دي لا بتاعتي كحكومه ولا بتاعتك كمعارضه، لكن الاهداف ده هي المستفيد النهائي منها المجتمع المصري. يتعمل تشريع بالشكل ده، ومفيش مانع يبقى فيه خاص، مفيش مانع. صحيح. بس خاص ايضا في خدمه، لانه خاص مش معناه انه لا في خدمه، مش معناه انه يلتزم بقضايا المجتمع او المجتمع او يخرج على قيم المجتمع. يبقى ده الكلام اللي انا فهمه. ده صحيح. ده ضابط. انا شايف ان في الحاله المصريه من المهم جدا ان يبقى فيه وزاره اعلام، من المهم جدا، لانه اذا كان الاعلام مظهر سياده الدوله، يعني كيف تمضي الامور وانا ما عنديش وزاره اعلام؟ الله، طب ما انا في نفس الوقت عندي اتحاد الاذاعه والتلفزيون، طب اذا ما كانش اتحاد الاذاعه والتلفزيون هو وزاره الاعلام، طب ما الذي يمكن؟ مش مساله شكليات، المساله مساله المضمون الذي ننشده، الهدف الذي نسعى اليه، الاداه التي تحققه، الضوابط الصارمه التي تجبر الجميع بالالتزام. صحيح. استاذ محمد، ننتقل انتقالة اخرى من خبر تاني في مصر اليوم. رسميا شكري
يرأس وفد مصر في القمة الإسلامية اللي هي في تركيا. تمام. شايف القمة الإسلامية في تركيا وعلاقة مصر بتركيا والحكاية دي هتمشي ازاي؟ ومصر هتسلم المفترض او منوط بها ان تسلم تركيا رئاسة القمة الإسلامية. انا عايز يعني استثناء في الحلقة ده يعني نعمل سبوت لايت شوية على السؤال المهم قوي ده. واضح انه امريكا يعني قبل ما تسحب القوة المباشرة ابتدت توجد او تتدخل بالقوة غير المباشرة. يعني انت عندك ايران ومن معها ادي حلف، اسرائيل ومن معها ادي حلف آخر. تركيا ومن معها ادي حلف. اقليم الشرق الاوسط خصوصا المنطقة العربية فراغ. من الذي سيملأ هذا الفراغ؟ ده موضوع الصراع الحالي. طيب المملكة العربية السعودية الحقيقة في موقف صعب لازم نقدره. لازم نقدره لأنه أنا من المؤمنين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تمام. دي أمة واحدة وده قرآن. ننظمها ازاي، درجة العلاقة ايه، درجة التواصل ايه، ده موضوع تاني، ده شغل السياسة بقى. لكن كعقيدة احنا عرب كلنا مسلمين بنتكلم لغة قضية عربية، منتهية. اصل اجناسنا واصل قبائلنا واحدة. حتى غير المسلمين بيشتركوا معنا في الجذور وفي الاصول، احنا امة متميزة. تمام. طيب كويس جدا. السعودية تحاول ان يعني تبذل جهودا حكيمة وحثيثة في تأكيد السيادة العربية، ان ارض العرب ملك للعرب، والسيادة في ارض العرب تبقى للعرب. وعشان كده لازم نحط يعني التعاون، انا عايز اقول التحالف اذا امكن. يعني نفسي يبقى وحدة المصرية السعودية والخليجية والمغربية والجزائرية والسودانية، نفسي العرب كلهم نحطها في اطارها الصحيح. لانه يا اما ننجح كأمة عربية في اطار التعاون المصري السعودي ان احنا نقف على رجلينا ونقيم كيان هذه الامه من اول وجديد، يا اما نستعد. ومصر والسعوديه دلوقتي او الرياض والقاهره عاصمتي اتخاذ القرار. عاصمتي اتخاذ القرار. طيب يا اما نستعد انه يعني احد اطراف المثلث الاخر هيفرض هيمنته. وعلى فكره فرض الهيمنه على الامه العربيه في التاريخ عمل شاذ، عمل مش طبيعي. لانه ما بيعيش، بيقعد فتره وبيمشي، ما بيستمرش. اما تقرا التاريخ هتلاقيه كله كده. طب امال بيعملوا ليه يعني عايز اقول القوى المعاديه للعرب؟ بيعملوا عشان يستنزف ثرواتك شويه ويضيفك شويه. رئيس النهارده طول الوقت بيتكلم ان يعني الوضع اللي احنا فيه، المؤامرات اللي بنواجهها بره والناس اللي من جوه، في ناس جوه اكثر خطر من الناس اللي بره. ده هم الاخطر دول، هم الاخطر، ده الاخطر والله. فالناس اللي جوه دي يعني نرجوهم نبوس ايديهم ورجليهم، يا جماعه رفقا شويه، رفقا يا جماعه مصر شويه. يا جماعه خدتوا كتير قوي. يا جماعه في غيركم بيموت مش لاقي يتعالج، مش لاقي ياكل. يا جماعه شعبكم صاحب الفضل عليكم. يعني شويه بقى زي ما شاركوا فوق راسه ومش عايز يعني يعمل حاجات مش حلوه معاكم لغايه دلوقتي. طب خلوا عندكم بقى شويه. ده اللي جوه. طيب نيجي للي بره. حضرتك شايف شكل العالم وشكل التحالفات القائمه. طب القوى الامبرياليه ذات الاطماع التاريخيه في المنطقه. طيب جماعه الاخوان المسلمين، وانا بيؤسفني جدا الحقيقه، بيؤسفني جدا، لاني انا تمنيت طول الوقت انه خلافات السياسه تبقى في اطار الرقي السياسي. لكن لما اجي اتفرج على احدى القنوات بالليل واشوف الماده الاعلاميه اللي بتقدم تتناول الشعب المصري، ولا تتناول السيد رئيس الجمهورية، ولا تتناول مؤسسات الدولة، بجد شيء يعني محزن ومؤسف، ولا يمكن وصفه بأنه إعلام بشكل أو بآخر. لأن إعلام يبقى يا أستاذ قدم لي فكر، أنا غلطان قول لي أنت صح إيه. حضرتك عندك فكرة أحسن مني، اتفضل قول لي. قولها. حضرتك بتحب مصر وبتدعي إنك بتحب مصر، وبتحبها إزاي؟ بين لي إنك بتحبها إزاي. لكن بالأشكال اللي حضرتك بتعملها دي إذا ما كانش ده أعمال الهدم والتخريب والسعي لإشاعة الفوضى بجد، طب تبقى إيه؟ طب لو أنت عايز تخليها فوضى يبقى ده هو حب مصر بجد. طيب طب لما تحصل فوضى
انت عايزها فوضى على امل انك تيجي تركب من الاول؟ خلاص. مش هتركب، لان الشعب هو اللي اسقطك. آه. يعني على هؤلاء الناس، على جماعه الاخوان المسلمين تحديدا، انها تفهم ان مشكلتها مش مع فتح السيسي ولا مع مع الجيش، شعب مصر. مشكلتها مع شعب مصر. الشعب المصري يقينا هو الذي اسقط هذه الجماعه، ويستبعد الان امكانيه ان تعود الى الحكم مره اخرى. يبقى يا سيادنا اقعدوا مع نفسكم، رتبوا راجعوا افكاركم نفسكم تاني من اول وجديد، واهدوا وميزوا شوية. بين الدين وبين السياسه، وقدموا نفسكم للمجتمع بطريقه لائقه وصحيحه. وما فيش مانع، مصر كبيره وقادره على ان تسامح، لكن تسامح مين؟ تسامحك وانت بالشكل ده؟ مستحيل بجد مستحيل مستحيل. فكل ده يا استاذ صلاح محتاج تظبيط وترتيب وترتيب اولويات ووضع ضوابط. واتمنى ان المجلس النيابي الحالي يعني يكون في مستوى الكلام اللي حضرتك بتقوله وانا بقوله والرئيس بيقوله النهارده طول النهار ده. اتمنى ان المجلس يكون على هذه الدرجه من الوعي. نتمنى ذلك. انا مش عايز 95,000 تشريع في مصر، انا عايز 1000 تشريع يكفوا لتنظيم الحياه بين المصريين وبعض، او تنظيم العلاقات بين مصر وبين غيرها من الدول. انا عايز عدد قليل من القوانين ما يخليش كل قضيه قدام المحكمه يدخل فيها 20 استاذ محامي، وكل استاذ محامي يستند الى قانون عكس الثاني. انا مش عايز امد المنازعات القضائيه يفضل 20 سنه في المحاكم. الكلام ده كله محتاج لثوره فكريه تنتج فكرا جبارا قادرا على خلق هذا الواقع الجديد الذي لا يعدو ان يكون حلما في اللحظه اللي انا وحضرتك بنتكلم فيها، او في اللحظه اللي سياده الرئيس كان بيتكلم فيها الصبح. الحلم ده عايزينه يبقى واقع، يبقى على حقيقة. ارض واقع حقيقي، يتحول الى ارض واقع، وليس هناك ما يحول دون ان يصبح واقعا. صدقني النو تايم، اذا في جديه، اذا في وعي، اذا في اراده، سهل جدا ان ده يحصل باسرع ما نتخيل. ده صحيح، بس نبتدي. ده صحيح يا استاذ محمد. هننتقل انتقالا الى داخل مصر. القطن المصري كان اعظم قطن موجود في العالم كله. مجلس الوزراء في خبر في الاهرام اجراءات عاجله للنهوض بزراعه وصناعه الاقطان. ممكن نرجع القطن المصري تاني لما كان عليه قديما اعظم قطن في العالم؟ يا لن تتخيل يا نبيع الحزن النبيل التي تفجرت في اعماقي وانت تسال هذا السؤال. انا من الجيل يا استاذ صلاح اللي كان بينقي دوده في الغيط، وكان بيجمع شاف القطن، وكان في موسم القطن ده والافراح والجوازات والمزازيك. الله. القطن المصري الطويل التيله اللي ما كانش له مثيل في العالم. في اسئله كتيره. طب احنا ليه استغنينا عن ده؟ طب مين اللي استغنى؟ طب ايه البديل؟ طب خسرنا كام؟ كيفيه العوده؟ طب لا الاول قبل ما اشوف العوده انا عايز اشوف كشف الحساب بتاع اللي حصل ده ليه الاول. ده انا حضرتك وانا وجيلنا كله كنا بنقول بما تشتهر مصر، تشتهر مصر بانتاج القطن طويل التيله. فانت اما تيجي تشيل التاج اللي على دماغي دي جريمه عظمى. بجد لازم الناس دي تتحاكم، بجد لازم الناس دي تساءل، بجد لازم يقنن ان مفيش مسؤول ايا مكان يخرج على الخصائص الحضاريه لمصر. الخصائص الزراعيه، الخصائص الصناعيه، الخصائص الثقافيه، كل الخصائص المكونه للشخصيه الحضاريه المصريه لا يسمح لمخلوق كائن من كان بالمساس منها، لان دي مش اقل من الحدود، مش اقل من السياده. ارجع عشان اتكلم في القطن الطويل التيله. القطن الطويل التيله ارتبط بالبيئه، بالتربه الخصبه في ارض الدلتا، وارتبط بموارد نهر النيل، وارتبط بدرجات حراره معينه في فصل الصيف. رجع لي الكلام ده كله، ارجع القطن الطويل التيله. لكن النهارده انت قدام مشكله، لان اراضي الدلتا انت فقدت اكتر من 50% منها. تعديات على ميه النيل هنبتدي لازم نقنن استخدامنا، لانه الدول الثانيه قالت انا كمان من حق اعيش، وده النهر ماشي في ارضي قبل منك فلازم. طيب واللي بعد منها واللي بعد منها. يعني علينا ان ننظر الى المستقبل بقلق وبحذر، وعلينا ان نعيد النظر في سلوكياتنا ونرشد كتير من الحاجات بتاعت زمان قد لا تكون متاح، خصوصا ان عدد السكان بيزيد. ده ملف لوحده يا سيدي. خلاصة افكار جديده خلاقه. خلاصة ما يمكن قوله ان 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 الكائن الانساني حباه الله عبقرية قهر المستحيل فقط اذا ادرك كنهه وذاته وارادته، وإذا رسم معالم الطريق الصحيح. أنت تقدر تعمل كل حاجة، بس المهم أنت إيه؟ أنت مين؟ أيوة. أنت إزاي؟ أيوة. نقدر نبقى أكثر تقدما من أمريكا؟ والله طبعا العظيم نقدر.
لكن نبقى ازاي؟ اقول لك بواحد اتنين تلاته اربعه. الشعب المصري حاله، الشعب المصري حاله يا استاذ محمد، الشعب حاله لو اراد بيعمل. يا سيدي الشعب المصري او الهندي او التركي لازم نفهم مكنه الانسان. يا استاذ صلاح، ارجو ان تتامل معي الايه الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الانسان كذا 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 كذا، ها ثم كسونا العظام لحمه. ده كده زيه زي بقيه الحاجات، زي المخلوقات التانية، لكن جاينا ثم انشاناه خلقا اخر. الله. عبقريه الانسان بقى في حكايه الخلق الاخر دي، اللي هي عقله، اللي هي وجدانه، اللي هي حواسه، اللي هي مشاعره، الحاجات اللي مش موجوده في اي خلق تاني. الحاجات دي انا عايز اتعامل معاها صح عشان تنتج اهم كلمه في علم النفس، العلم الذي لم يكتمل حتى الان. بعض الناس يقول لك بيطبق علم النفس وعلم مش مكتمل. اني اعمل الشخصيه. طب الشخصيه في الاخر عباره عن ايه؟ عن سلوك. طب ايه اللي بيصنع السلوك؟ الفكر. يعني انا لو صنعت الفكر الصحيح اجيب سلوك صحيح؟ الاجابه نعم. يبقى علي لصناعه الشخصيه الافضل ان اصنع الفكر الافضل الذي ينتج السلوك الافضل. مش كيمياء. الله عليك يا محمد. مش كيمياء. الله عليك يا محمد. انا لو عملت صناعه الانسان صح هقول له بقى اهدافك 1 2 3 4 وانا قاعد رجل على رجل كقياده كاداره. هو خلاص بقى عارف يعمل ايه. وده على فكره اللي جدودنا كانوا عاملينه وما كانوش راحوا مدرسه. جدودنا اللي ما راحوش مدرسه كانوا رافعين قيمه مصر اضعاف 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 الاجيال التي جاءت من بعدهم وذهبت الى كامبريدج ولندن. للاسف الشديد. ده صحيح يا استاذ محمد. للاسف الوقت دهمنا، وانا شخصيا استمتعت بفلسفه تحليل حضرتك للعناوين والمنشطات وفلسفه عبقريه. طب وانت ايضا رائعا، وخصوصا فيما يتعلق بلون رابطه العنق كانت جميله جدا في هذا المكان. يخليك يا صاحبي، يخليك. سعيد جدا حضرتك يا فندم، سعيد جدا حضرتك. شكرا حضرتك يا فندم، نورتنا ودايما متالق معنا. وشكرا حضرتك على تنويرك لينا. مشاهدينا الكرام، ختام قبل الختام، وقبل الختام الشكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحيه فريق عمل برنامج اخبار القاهره ليوم الاربعاء، وتحياتي صلاح عبد الله، في امان الله، والى صاله التحرير مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد حبيب، نائب رئيس تحرير مجله المصور، متابعا معنا ما جدت به مجله المصور من موضوعات تهم المشاهدين الكرام، فالى صاله التحرير. من صالة التحرير من داخل مجلة المصور، نتابع ما جادت به مجلة المصور من موضوعات تهم السادة المشاهدين. معنا ومعكم على الهواء في أخبار القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حبيب، نائب رئيس تحرير مجلة المصور، معقبا ومحللا لأهم الموضوعات التي جادت بها مجلة المصور. أستاذ محمد، صباح الخير. صباح النور يا أستاذ صلاح، وأهلا بيك في دار الهلال وفي مجلة المصور. منور حضرتك يا أستاذ محمد. في موضوعات قيمة في مجلة المصور حقيقي تهم السادة المشاهدين، هنتناول بعض منها. شهر أبريل أستاذ محمد شهر يغلب عليه زيارات كثيرة جدا إلى مصر، كان أولها زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، كمان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع وفد رفيع المستوى من فرنسا قادم الأحد القادم إلى القاهرة. شايفين الزيارات إزاي للرؤساء إلى مصر في شهر أبريل، منها زيارة الرئيس الفرنسي؟ بالتأكيد زي ما حضرتك اتكلمت على أن الفترة الأخيرة بنشهد زيارات عديدة من قادة عرب وأوروبيين إلى مصر. بدأت بالملك سلمان اللي طبعا زيارته لمصر استمرت 5 أيام، أكبر زيارة قام بها الملك سلمان العائل السعودي إلى أي دولة، وده طبعا بيعكس الخصوصية طبعا ما بين مصر والسعودية، والاهتمام الشديد طبعا من العائل السعودي بمصر، لأن هو فعلا دي أول زيارة ليه واستمرت 5 أيام. وقع حوالي، شهد التوقيع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي على حوالي 36 اتفاقية، وشهد زخم كبير في هذه الزيارة شغلت الرأي العام الفترة اللي فاتت خلال هذا الأسبوع. وبرضو في زيارة مهمة لا تقل أهمية عن زيارة العائل السعودي للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. هو هيزور مصر إن شاء الله، يبدأ زيارة لمصر يوم الأحد القادم،
وهيلتقي بالرئيس السيسي. الرئيس أولاند جاي مصر، معاه حوالي عدد من المسؤولين ونحو 60 رجل أعمال فرنسي، وقعوا اتفاقيات في مصر في جميع المجالات تقريبا. احنا في مجلة المصور عاملين تغطية خاصة لهذه الزيارة بحوار مع قنصل مصر في فرنسا، وعملناه في باريس حوالين الزيارة وجدوى هذه الزيارة وأهم ما سيناقشه الرئيسان. والصراحة يعني في هذا الحوار اللي أجرته الأستاذة مهتاب عبد الرؤوف، متكلمة على أن الزيارة مش بس لها هدف اقتصادي، ده لها أهداف سياسية وفيها إعلان وتضامن رسمي فرنسي مع مصر في حربها ضد الإرهاب، بالإضافة إلى النواحي الاقتصادية اللي هيشهدها هذه الزيارة المهمة. محمد، فرنسا وما لها كجناح قوي جدا من أجنحة الدول الاتحاد الأوروبي، يعني دولة فرنسا دولة من الدول القوية جدا زيها زي ألمانيا. طبعا فرنسا دولة قوية ودولة كبيرة، طبعا عضو في الاتحاد الأوروبي ومن أكبر الدول في العالم، ولها دور طبعا كبير في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفترة دي احنا محتاجين فعلا بعد قضية ريجيني مع إيطاليا، محتاجين يعني يبقى فيه برضو صوت آخر، ومحتاجين يبقى فيه برضو علاقات أقوى يعني مع بقية الدول الأوروبية. وهو ده اللي إن شاء الله في الزيارة المنتظرة، إن بإذن الله إن الرئيس السيسي له شعبية كبيرة جدا في فرنسا، وهو تصدر غلاف مجلة جون أفريك، دي من أكبر المجلات الفرنسية. فهم فعلا الشعب الفرنسي يعني في علاقات كويسة جدا مع مصر، وفي بإذن الله يعني خير من هذه الزيارة وتوقيع اتفاقيات. القنصل المصري في فرنسا برضو بتتحدث عن الجالية، الأستاذة مهتاب سألتها عن الجالية المصرية في فرنسا، وكلمت عن هذه الجالية وكلمت عن العلاقات المصرية الفرنسية اللي هي تمتد لأكثر من حوالي أكثر من قرنين من الزمان. كيف ومتى ستعود الأموال المنهوبة؟ ده موضوع مطروح بمجلة المصور، طرحتوه ازاي في مجلة المصور كموضوع هام جدا يهم كل المصريين؟ فعلا يا أستاذ صلاح، ده موضوع مهم جدا وده حديث الساعة فعلا. يعني بعد 25 يناير ظهر هذا السؤال بشدة وبيطرح نفسه، والأسبوع ده برضو السؤال ده برضو مطروح بشدة بعد ما تم كشف عنه من وثائق بنما، تسريبات حوالي، طبعا زي ما حضرتك عارف، حوالي 11.5 مليون وثيقة بيتكلموا على ان في تهريب اموال من عبر الملاذات اللي هي الضريبيه الامنه، وان من خلال بعض الشركات اللي موجوده في الخارج. ويعني كشفت هذه القضايا طبعا عن تورط اسره الرئيس الاسبق مبارك وعائلته، نحو حوالي 200 شخص في هذا المصري، يعني في هذا الامر، ان هو تهريب اموالهم عبر هذه الملاذات الضريبيه الامنه. واحنا في المصور الاسبوع ده ناقشنا الموضوع مع عدد من القانونيين وعدد من الخبراء الاقتصاديين، وكتب واجرينا حوار مع الدكتور عبد الخالق فاروق، باعتباره يعني من اساتذه الاقتصاد ومهتمين بهذا الامر، وهو بصدد اصدار كتاب حوالين الاموال المنهوبه وكيفيه استعادتها. اتكلمنا مع الخبراء وحوالين ازاي احنا نستعيد هذه الاموال المنهوبه، ويعني كيف نستعيدها ومتى يبدا تعود هذه الاموال. يعني ملف في مجلة المصور ملف هام جدا، على الرغم من انه كثير جدا من المشكلات في السنتين الاخيرتين تم حلهم. مشكلة الكهرباء، ما فيش انقطاعات للكهرباء، مشكلة ما فيش طابور العيش، ما شفناش أزمة في أنبوبة البوتاجاز، إلا أنه المصور تناولت قضية وموضوع أستاذ محمد هام جدا يلمس الكثير من أو الشريحة الكبرى من الشعب المصري، وهي صرخة أهل مصر من الفواتير، فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير المية. ليه المصور تناولت هذا الموضوع؟ في الحقيقة الصراحة ده فعلا موضوع مهم جدا، يعني موضوع الفواتير، يعني الملاحظ والشكوى تكاد تكون يعني كبيرة جدا ومن كل الأماكن حوالين ارتفاع الفواتير.
كل دلوقتي فعلا بيصرخ في صرخات فعلا في الأسر المصرية من ارتفاع أسعار الفواتير. الفواتير مش بس زي ما حضرتك قلت الكهرباء، لا ده دلوقتي بقى في الكهرباء والمية والغاز بقى في صرخات. احنا في المصور حققنا هذا الأمر من خلال مراسلين في المحافظات من حوالي أكتر من 20 محافظة. مراسلين تحدثوا مع مواطنين من هذه المحافظات، كلموا كل بيشتكي من الفواتير. الفواتير في الفترة الأخيرة زادت بشكل ملحوظ جدا وبشكل مبالغ فيه. يعني مثلا بعض المواطنين مثلا في الغربية، مثلا محافظة مثل محافظة الغربية، فاتورة كهرباء في شهر واحد 1000 جنيه. يعني في محافظة مطروح وهي من المحافظات الحدودية فاتورة مية 24,000 جنيه. يعني اخطاء مثلا في المحاسبه، ولا اخطاء في تقدير الفاتوره نفسها، ولا خطا في الكمبيوتر، ولا ايه بالظبط؟ هي المشكله فعلا من خلال محققينا بيتكلموا انها لها اكتر من سبب. في طبعا اللي هو الكشاف، طبعا في جزء منهم ما بيعديش فعلا، فالامور بتتراكم وبيبقى في تقديرات جزافيه. وفي برضو بعض الاماكن بيبقى العدادات قديمه، فالعدادات بتبقى مش صالحه للاستخدام، فبتسجل ارقام مش مظبوطه. وفي شقق مقفوله فبيتم احتساب مثلا عليها ارقام مثلا برضو جزافيه. فهذا الامر يعني بيشغل الناس كثيرا، خاصه مع ارتفاع اسعار المواد الغذائيه والاسعار السلع. فلما بتيجي الفواتير كمان معاهم بتزود على المصريين مشاكلهم. وكويس ان الرئيس السيسي النهارده تحدث في لقائه الاخير حوالين عدم زياده اسعار السلع في الفتره القادمه، ومحاوله وعد بذلك وطلب الحكومه بذلك ضبط الاسعار. فده امر مهم جدا، يعني نتمنى ان هو فعلا باذن الله يتم تنفيذه حوالين، لان فعلا المصريين في الفتره الاخيره بيشتكوا بشكل كبير جدا من ارتفاع الاسعار. يعني ما تقعدش مع حد الا ان هو يتكلم حوالين ارتفاع الاسعار. واحنا برضو ما اكتفناش بس ان احنا سمعنا من الناس، لا لجأنا للمسؤولين عن الكهرباء وعن في وزاره الكهرباء، والمسؤول برضو في شركه عن الغاز الطبيعي. عندنا موضوع في المصور، وهو موضوع هام جدا، وهو الإعلام وإعلام الشعب والتلفزيون المصري وهو إعلام الشعب. وهنعمل ربط كمان مع هذا الموضوع اللي تناولتوه في مجلة المصور، حوار مع أستاذ مجدي لاشين رئيس التلفزيون، وعلى هامش حديث أو خطاب السيد الرئيس النهاردة ودعوته للإعلام. تناولتوا إزاي الموضوع على إعلام الشعب والتلفزيون المصري؟ والله فعلا يا أستاذ صلاح، احنا يعني الحمد لله كنا موفقين جدا إن احنا طلعنا بالمصور في هذا الأسبوع في حوار مع الأستاذ مجدي لاشين رئيس التلفزيون، بنتكلم فيه عن الإعلام وعن التلفزيون وعن يعني الدقة في الأمور وعرض المشكلات. في نفس اليوم الرئيس السيسي تحدث عن هذا الأمر، وهو تحدث عن الإعلام وقال إن الإعلام عليه دور كبير جدا ودور مهم جدا في توعية الناس، وإن لازم يعني يتم استقاء المعلومات، يعني التأكد من مصدر المعلومات، وإن احنا ما نعتمدش على الفيسبوك أو بعض مواقع التواصل. هو الرئيس طبعا لم يكن يقصد إن احنا ما نخشش على هذه المواقع، لكن نحقق فيما يتردد منها من شائعات، وان يتم التأكد مما يصار على الفيسبوك ومواقع التواصل، وان يتم التحقق منه. لان الفترة الأخيرة يعني بنشهد مثلا في امور كتيرة شائعات بتطلع بتنطلق وكأنها كالشرار، يعني كل بيتداولها بدون ان يتحقق منها. وحتى بعض وسائل الاعلام بتتحدث عن ما يطرح على الفيسبوك وكأنه معلومات مصدقة يعني. فاحنا تحدثنا مع زميلنا الأستاذ هشام الشريف، عمل حوار مع الأستاذ مجدي لاشين بيتكلم فيه عن التلفزيون ومسبيرو وفوضى الإعلام اللي موجودة بشكل عام. الأستاذ مجدي في هذا الحديث بيتحدث عن ان الإعلام ان مفيش سقف عندنا، مفيش في مسبيرو سقف، وتم رفع هذا السقف. الحريات موجود في الكلام، ولكن الحرية لابد أن تكون مسؤولة. يعني أنت حر طالما أنت بتتحدث في معلومات وبدون تجريح وبالوثائق.
الاستاذ مجدي في هذا الحوار بيتحدث عن ان دور الاعلام الحقيقي مش بس ان احنا نجيب الصوره عتمه وان احنا نجيب الاشياء السلبيه، لكن برضو نجيب الاشياء الايجابيه في المقابل، وان احنا نحاول مش مساله ان انت بتكسر عظام الحكومه بدعوى ان حريه الراي والتعبير مكفوله للجميع. الاستاذ مجدي برضو بيتكلم على ان المذيعين، يعني احنا دلوقتي او في الفوضى اللي احنا بنشهدها حاليا، ان المذيع بقى هو ضيف والضيف بقى هو المذيع بيطلع بيتكلم عن دوره، مش غابت المعايير وغابت الموضوعيه وغابت المهنيه. فبيتحدث الاستاذ مجدي حوالين ان المذيعين ليسوا نشطاء ليعبروا عن ارائهم من خلال شاشه التلفزيون، ودور الاعلام تعريف الناس معنى الحريه وليس الردح الذي نشاهده الان. بالضبط. استاذ محمد، سعداء بتحليل حضرتك لاهم الموضوعات التي جدت بها مجله المصور. دايما تكون معنا ومنورنا دايما. شكرا يا استاذ صلاح واهلا بكم. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا الشكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحيه فريق عمل برنامج اخبار القاهره ليوم الاربعاء، وتحياتي صلاح عبد الله، في امان الله.